السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل فرخة شامورت محشية رز على طريقتي. تعالوا نشوف المقادير معايا ايه. كل الحاجة دي هنشتغل بيها. معايا خضار هنا مشكل ومعايا كل التوابل وبطاطساية متقطعة شرايح. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هتبل الفرخة معايا بملح وفلفل اسود وحبهان وورق لوري مطحونين. هتبل الفرخة كويس جدا من بره ومن جوه ومن تحت الجلد علشان يبقى نفسها حلو وتدي طعم حلو. وبعد ما هتبلها هسيبها على جنب شويه. تعالوا نعمل بقى الرز اللي هو هحشي بيه الفرخ. حطيت معلقه سمنه على شويه زيت. معايا هنا بهارات فراخ بحبها مطحون ورق لورا مطحونين. معايا 7 بهارات المشكله، عود قرفه، فلفل اسود، واحده لومي، معلقه سكر صغيره، وواحده مرقه ميجي. هنزل بيهم الاول في معلقه الزيت والسمنه، هياخدوا بس تشويحه واشم الريحه بتاعتهم. وبعد كده هروح نازله بالرز. انا المفروض كنت احط الكبده والقناصه الاول بس انا نسيتهم، بس هحطهم برضو معاهم هياخدوا تشويحه. ولما يغيروا اللون هبتدي اسقيهم ميه، مش هسقيهم ميه كتير لاني مش عايزه الرز يستوي، انا عايزاه نص سوا، يعني يا دوبك نص عقله او اقل من العقله فوق الرز، يا دوبك بس هيتشرب. انا مش عايزه الرز يستوي سوا كامل. هنزل هنا بالخضار. معايا بطاطسايه طرنشات، معايا خضار فلفل احمر على فلفل اخضر، شرايح بصل، جزر، ومعايا هنا بهارات فراخ وزعتر وروزميري وملح وفلفل اسود وبابريكا وجوز الطيب ومعلقه سكر صغيره وشويه ملح. وهتبل بيهم الخضار اللي معايا دوت عشان هو هيبقى القاعده اللي هحط فوقيها الفرخه. خلاص تبلتهم كويس. هيكون معايا طبعا لسه الرز بيتشرب على النار، وقلت مش عايزاه سوا كامل لان هيكمل سواه جوه الفرخ. كده خلاص الخضار اتبل معايا اللي هو يبقى زي ما قلت لكم القاعده اللي هي هتبقى تحت الفرخه. هنزل بالبطاطس والخضار كله هحطه زي ما هحطه عادي، زي ما قلت لكم هيبقى القاعده معايا. هنا خلاص انا خلصت وحطيت في الصينيه وحط عليه شويه زيت. وممكن كمان تحطي معلقه سمنه براحتك. حطيت عليه معلقه سمنه كمان. وكده الخضار خلاص كده جاهز معايا. انا كل ده مستنيه الرز وهحضر حاجه اللي هتطعم لي الرز وتخليه معايا حلو جدا. معايا بشر طماطمايه وبصله. البصله دي بصراحه مش بحب احطها في الكاتش، لا بحب اقطعها على ايدي. بعد ما قطعتها حطيت عليها معلقه فلفل اسود حلو ومعلقه ملح حلو، وهدعكهم كويس جدا جدا جدا. وبعد كده هنزل عليهم ببشره طماطمايه. عارفين دول هعمل فيهم ايه؟ هحطهم على الرز اللي استوى معايا نص سوا مش سوا كامل. هو بيدي نفس حلو قوي قوي وبيدي طعم خطير بصراحة. جربوها. غير البصلة لما بتتسوى الاول على النار، لا الني في ني دوت بيدي طعم حقيقي بجد. في اي تتبيلة في اي حاجة، حمام، فراخ، اللي انت عايزاه، سمان، بيدي نفس حلو. يا ريت تجربيه وتقوليلي. كده خلاص انا هبتدي احشي الفرخة معايا، وحوالي بتقعد معايا في الفرن ساعتين على حسب فرن كل واحد. يعني انا عندي هنا الفرن عندي مروحة فبيساعدني في السوا كتير. وزي ما قلت لكم الفرخة هنا معايا ما بتاخدش سوا. وكده حشيت الرز في الفرخة وبرشقها كده بالسكينة، بعمل لها فتحات علشان تستوي معايا ما تاخدش وقت يعني في الفرن. ولازم طبعا انفس عن الفرخة عشان تستوي كويس. كده خلاص هنزل بمعلقة سمنة على شوية زيت وهدعكها، ونزلت بورق الزبدة وعليها الورق الفويل وهسيبها. انا كده طبعا من قبلها مولعة الفرن وبسيبها تستوي على مهلها خالص. وفي الاخر زي ما انتم شايفين بتديني نتيجة حلوة قوي. ولما بتستوي بشيل الورق الفويل وبحمر وشها وخلصت معايا كده. والخضار هنا اطعم بكتير. واهم حاجة كنت عايزة اوصل لكم ان البصلة النية معاها بتبقى تحفة وبتدي نفس حلو قوي. واللي اول مره يشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس واستنوني في فيديوهات جديده. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.